السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد حبيبي. يلا بينا نبدأ بقى الشغل. هنجيب خشبتين زي دول كده عشان يمسكوا معانا السيور، وبعدين السيور ديت 8 دولت 8 سيور. خلي بالك دولت 8 سيور. طول السير من ده كام سنتي؟ طوله 80 سنتي. طوله كام؟ 80 سنتي أو 70 سنتي. تمام، دولت 8 هنجيبهم هنا كده، وبعدين هنجيب بقى سير أطول منه شوية. السير ده طوله كام بقى؟ السير ده طوله متر و40 سنتي. طوله كام؟ متر و40 سنتي. دولت 9 سيور، يبقى دولت 8 ودولت 9، ده أزيد منهم بسير. تمام؟ هنشتغل بقى إزاي؟ هنجيب سير من الطويل ده نحطه هنا كده. تمام؟ وبعد كده نجيب واحد من القصير بعد منه. بعد كده نفس الحكاية، نجيب واحد من الطويل ده، هنوسطن السير كويس اهو عشان الشغل يكون معانا كويس. واحنا ماشيين بقى هنرصهم كلك كده ايه، واحد كبير وواحد صغير، يعني سير من الطوال دولت وسير من القصيرين زي ما انت شايف كده بالظبط. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهنسرع الفيديو بتاعنا. تمام كده، بعد ما رصيناهم بقى سير كبير وسير صغير، 9 كبار و8 صغيرين. الاسود ده 8 واللون التاني ده 9. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب سير طوله 120 سنتي. طول السير كام؟ 120 سنتي زي ما انت شايف كده اهو، 120 او 130، يعني اقل من السير الطويل ده ايه، حوالي 5 سنتي 10 سنتي كده يعني. هنعمل ايه بقى؟ انا مش هحرك ده عشان الخشبه ديت خفيفه والسيره تتبهدل مني، فهسيبهم زي ما هم كده واشتغل من فرحها. ابدا الشغل. هبدا الشغل ازاي؟ اول حاجه هنا بقى هحط واحد فوق وواحد تحت. يعني مثلا اللون اللي هو الفاتح ده فوق واللون الاسود ده تحت السيور كده. وخلي برضو كل سير بينه وبين التاني يعني مساحه اللي بعد منه اهو. تمام، لحظة واحدة أنا هفتح الشغل دلوقتي وهتشوف هنعملها إزاي. وبعدين أوسطن السير، أحط بس 3 سيور عشان يمسكوا معايا الشغل. بعد كده أجيب السير التاني، أخد بقى الغامق فوق واللون الفاتح ده تحت أهو، واحد وواحد. أركز أوي وأنا شغال عشان أفضل يعني إيه سير وسير أهو. الغامق فوق والفاتح تحت أهو، عشان ما تهشي والشغل يبوظ معاك. وهوسطن السير برضو زي ما انت شايف كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تشترك في القناه، عايزين نوصل لل1000 ان شاء الله بيكم، يعني احلى متابعين في الدنيا. ولايك جميل منك كده عشان تدعي لنا يعني. وعايز تسمع الفيديو للاخر، يعني ما تقدمش في الفيديو، ممكن تعدي منك ايه حاجه كده تبهدل معاك الشغل يعني. اهو تمام، انا كده بقى عملت 3 سيور. هفتح كده الخشب اهو عشان اوريك الشغل اهو. تمام، وافتح دي كمان معايا بقى. انا كده ال3 سيور هنا اهو، هشدهم كده عشان اشد الشغل على بعضه اهو، عشان اوريك الشغل بالطريقه الكويسه. اضبط مقاييسهم. كل ما تحط السيور كل بقى ما الشغل ايه ينظبط معاك زي ما انت شايف كده. هنيجي بقى هو نفس الشغل اهو اهو، الغامق فوق والفاتح تحت، شايف كده اهو اهو زي ما انت شايف كده بالظبط. واحد فوق وواحد تحت، سير فوق وسير تحت. يلا بينا بقى نسرع الفيديو عشان ما نطولش عليك المقطع. اهم حاجه بدايه الشغل تخلي بالك منها، بعد كده لما اسرع المقطع هيفضل الشغل زي ما انا شغال كده بالظبط.
تمام كده. هنشد بقى الشغل كده ايه، نزنقه في بعضه كويس جدا جدا جدا. اهم حاجه في الشغل انك تزنق الشغل اول باول عشان الشنطه تطلع معاك كويسه وجميله. بالله عليك خلي بالك انت لسه لحد دلوقتي ما اشتركتش في القناه. الاشتراك عندنا مجانا، الاشتراك عندنا من غير فلوس. يعني عندك كلمه كده مكتوب عليها اشتراك، اما باللون الاسمر او باللون الاحمر على حسب ما تظهر عندك. بالله عليك تضغط عليها وتعمل لايك للفيديو علشان تدعمنا كده. هتزنق بقى الشغل زي ما انت شايف كده، واحنا بنزنق اهوت، ونسرع الفيديو في تزنيق الشغل الحصيره بتاعت الشنطه. بعد ما زنقنا الشغل بقى كده، عشان احنا هنقلب الشغل هنعمل ايه؟ هنمسك من هنا كده سير، بس يكون السير الاولاني ده تحت منه. نمسك سير كده ونعديه في اللي فوق منه كده اهوت عشان يمسك معانا الشغل. نيجي قصاد منه الجنب التاني برضه نفس القصة، تحت منه كده عشان يمسك معانا الشغل اهو. ونيجي من هنا برضه كده من جنب الاخر بشوية نفس القصة. ناخد واحد برضه اهوت نشد بيه عشان الشغل ما يهربش مننا وتتفركش الحصيرة تاني. تمام اهو. يبقى انا كده مسكت الحصيرة من الجنبين الطوال اهو. تمام. نشيل بقى الخشبتين دول، وبعدين معايا كده الجنبين دولت مفكوكين. هنعمل ايه؟ هنمسك منهم كده وواحده واحده ونقول بسم الله ونقلب ايدينا عليهم عشان ما يفكش الشغل. تمام. وهنيجي بقى هنا زي ما انت شايف كده، هشد برضو اول 3 سيور كده لجوه، وبعدين اجيب بقى السير القصير ده اتنيه كده واعديه من هنا زي ما انت شايف. بص عديه كده اهو. كل السيور القصيره ديت نتنيها كده مع شده بسيطه وندككها في السير اللي بعد منها على طول اهو زي ما حضرتك شايف كده بالظبط. كده نكون ان احنا تنينا الجنبين دولت كده لجوه زي ما انت شايف كده بالظبط. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله ونقلب الشغل تاني. تمام. هنعمل ايه؟ نراعي بقى المقاسات بتاعه الجنبين دول من الاربع اتجاهات عشان ما يبقاش في سير قصير وسير طويل. هنمسك السير كده ونقيسه كده اهو. ده طبعا الجنب ده قصير شويه، هعمل كده اسحبه عليا اهو، ونقيس عليه بقى جميع الشرايط. هتيجي بقى هنا كده، يعني انت خلصت الحصيره دي، عشان بقى تعمل الجناب وتوقف هتجيب مثلا سير وهتقيس من الجنب ده. يعني تيجي من هنا كده وتسيب حته هنا 3 سم 4 سم وتقيس كده الجنب ده. يعني ادي جنب قيسته، وبعد كده الجنب ده قيسته اهو، وبعد كده الجنب ده قيسته تمام، وبعد كده الجنب الرابع، وبعد كده هسيب معايا 20 سم او 25 سم زياده عشان ابقى اقفل بيهم الشغل في الاخر. تمام. بالله عليك المره الثالثه لو ما اشتركتش في القناه اعمل اشتراك وفعل زر الجرس، لايك جميل للفيديو. تعالى بقى نوريك نشتغل ازاي. قرب بقى الكاميرا علينا شويه عشان خاطر الشغل يبقى كويس. هنفك بقى اللي احنا عاملينه دوت الجنب اللي احنا شغالين فيه بس عشان احنا خلاص هنشتغل فيه. هنيجي بقى هنا كده، بص ركز معايا عشان الالوان دي شبه بعض. واحد فوق، يعني هنا ده فوق اللي تحت منه السير هو البدايه تحت، فهعمل عكسه بقى يعني اهو واحد فوق وواحد تحت. خلي بالك ايه معايا من الشغل، واحد فوق وواحد تحت زي ما انت ماشي كده اهو اهو. هنيجي بقى هنا كده في الجنب التاني ده الاولاني ده، وهنسيب فيه زي ما انت شايف كده 2 سم 3 سم حاجه صغيره كده عشان الشغل ما يهربش مننا.
وهدكب بقى طول الشنطة. أنا بقى مقطع كام سير من دولت طوالي كده؟ مقطع 20 سير، يعني دي طولها 20 سير. ليه؟ عشان الشنطة تبقى معايا ارتفاعها 30 سنتي. تمام؟ عايز ارتفاع أكتر بتزود بقى، كل ما أنت عايز الارتفاع بتاع الشنطة أكتر كل ما تزود سيور في التكيكة زي ما أنت شايف كده. كل سير هنسيب منه هنا 3 سم. وزي ما انت شايف برضو كده عشان ما اطولش عليك المقطع هنسرع الشغل شويه، بس الشغل كله زي ما احنا ماشيين، واحده فوق وواحده تحت. تمام كده. طيب احنا بقى خلصنا كده، رصينا ال 20 سير او 21 سير. هنعمل ايه بقى؟ هقول لك بقى على حاجه. بص، تيجي هنا كده في الاخر تزنق السير دي على بعضها كده، وبعدين تاخد السير اللي هو تحت ده كده وبعدين تدكك ده عشان تمسك الشغل ما يفكش منك. يعني نصيح لوجه الله، يعني بص اهو كده عشان ما يفكش منك. في ناس بتمسكه بمشابك بس انا برجح ده ليه؟ كده افضل من المشبك. المشبك ممكن يفلت فتبص تلاقي الشغل باظ منك برضه، لكن انت كده ماسك الشغل بالشغل نفسه اهو. وتيجي برضه هنا كده السير ده كده اهوت، هناخد برضه من الجنب اللي احنا هنشتغل منه، ناخد واحد كده وبعدين برضه ندكك نفس الشغل كده، نمسك الشغل برضه من الاربع جناب. ليه؟ لما اجي اشتغل هنا ابقى افك ده واحد ورا واحد كده. انا معايا سيرين طوال اهو متمسك بيهم الجنب ده عشان ما يفكش، وهنا برضه يعني القصير ده ابقى اطول واحد ولا اتنين وامسك بيهم الشغل من هنا. ليه؟ عشان ما يفكش. تمام؟ تمام. ده كده الجنب الاولاني، ده كده الجنب الايه؟ الاولاني. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك كده الشغل وبعدين نتنيه كده عند بدايه الشغل اللي هو القصير ده، وهنتني الشغل كده اهو. السير اللي احنا بادئين بيه، بص مش الطويل ده، اخر واحد طويل اهو، اول واحد هنا قصير. هنتني الجنب كده ونتنيه كده، نتك عليه كده نتنيه تانية حلوه عشان يبقى الجنب واقف معانا. تمام؟ اهو ده كده الجنب الاول في الثبت اللي معانا ده. تمام؟ اهو كده الجنب الاول. هنشتغل بقى في الجنب الثاني. الجنب الثاني بقى هنجيب حاجه كده نسند بيها الجنب كده. تمام؟ وهجيب برضه حاجه ثانيه تقيله عشان خاطر الجنب ما يتحركش مني، وهمسك. تمام؟ هشتغل انا بقى في الجنب اللي هنا ده على طول، الجنب الثاني. هعمل ايه بقى في ده؟ هتني الجنب ده السيول بتاعته لجوه. تمام؟ اهو زي ما انت شايف كده، و اهو يعني ده كده اهم حاجه يمسك الشغل، وده اتنيه لجوه زي ما انت شايف كده اهو. تمام؟ بعد ما تنيته بقى هعمل ايه؟ اجيب اول سير من تحت. تمام؟ واخد برضو خلف خلاف، يعني ده مثلا هنا اهوت، ده جوه خليه بره، يعني اعكس بقى اهو خلف خلاف اهو.
سير جوه سير بره، وبعد كده سير بقى، يعني واحد بواحد كده اول باول اهو، وانا ماشي اهو خلف خلاف. شايف ولا لا؟ اهو اهو تمام كده. رب المقطع يكون عاجبكم والشغل يكون كويس ممتاز. اهم حاجه تركز في بدايه الجنب دي، لان بدايه الجنب ديت يعني بتبقى مقرفه شويه في اول الشغل، يعني انت لسه عشان الاول بتبقى متعبه ليك شويه، لكن بعد كده ايدك بتاخد عليها وتبقى مرنه والدنيا حلوه خالص. تمام اهو زي ما انت شايف كده. العكس، واحده كده وواحده كده، الشغل كله خلف خلاف، كله يبقى ماشي خلف بعض. وبعدين هاجي بقى هنا في نفس الشغل برضو، كل 3 4 سيور امسك بسير بقى بس لبره اهو، عشان السير ما يطلعش مني يقلب مني اهو، زي ما انت شايف كده. كده خلصنا الجنب الثاني، ندير بقى على الجنب الثالث. خلي بالك من الشغل كده، هنسند برضو الشغل كده تمام. والجنب الثالث دوت برضو هنبني الشغل ده لجوه، يعني سيب بقى الجنب اللي احنا بنقفل بيه ده هنا، لكن اللي احنا فردينه تحت نبني الشغل كله لجوه كده. هنيجي بقى في الجنب اللي هو التالت ده نفس القصة، هنجيب أول سير من تحت نعدله كده، وبعدين نفس الحكاية خلف خلاف أهو، العكس واحد جوه وواحد بره. نطلع السير اللي احنا كنا مدككينه ده، والسير التاني برضه اللي كنا احنا مدككينه برضه نطلعه. طبعا هنشتغل بقى في الجنب خلاص، وهنعمل زي ما قلنا كده، يعني هو ده جاي من بره، بص جاي من بره، يبقى اول ما يخش جوه، اول سير يبقى جوه اهو، خلف خلاف بقى اهو، زي ما انت ماشي كده كل الشغل كده. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من الشغل واحنا شغالين كده اهو، كله خلف خلاف. وتخلي بالك بقى هنا يعني ايه، عشان تظبط الشغل واحده واحده معاك في الزوايا دي بالذات، واحده واحده كده، اول 3 سيور وبعد كده الجرح بقى خلف خلاف اهو، عكس اللي احنا ايه سحبناها اهو. بعد كده اللي هيحصل نجيب برضو اول سير من تحت وناخد خلف خلاف، السيور بحالها واحنا ماشيين كده خلف خلاف.
خلي بالك ركز معايا. هنا اهو ادي السيور اهو، ده اول واحد، اول سير هنسحبه مع اول سير، يعني ده اول سير هناخده مع اول سير اللي هو زيه ده اهو، واخد بالك؟ ده اول سير نسحب كده من عليه اهو ونشيل. تاني سير مع برضو اللي معاه اهو زي ما انت شايف كده اهو. اهم حاجه التكفيله بتاعت الشنطه دي اهي، كل سير باللي قصاد منه بالظبط اهو، تمام زي ما انت شايف كده اهو. كل سير باللي قصاد منه. وبعدين بقى هنيجي لأرضية الشنطة ونقفلها الأول قبل ما نشد الإيه؟ قبل ما نشد السيوف، تمام؟ نيجي كده نعمل حاجة صغيرة، نسحب كده السير سنة صغيرة وفراح منه على طول كده عشان نقفل الشنطة تقفيل كويس، تمام؟ كل سير باللي تحت منه. معانا بالمنظر الجميل ده. هنيجي بقى قبل ما نقفل الجنب ده هنشد الشنطة بس من فوق هنا، تمام؟ هنشد كده ونخلي بالنا بقى من الهواء اللي هو هنا ده. بص الهواء اللي هو هنا ده هنقفله. هيتقفل ازاي ده؟ واحنا بنشد كده، واحنا بنشد السير من هنا هنبص هنا، يعني بنشد السير هنا بسير وتبص هنا عشان ما تكومش معاك الشنطة تكبسها معاك. يبقى انت تبص هنا كده وايه وتشد كده واحدة بواحدة وتظبط السير واحدة واحدة معاك، تمام اهو، عشان الشغل يطلع معاك مظبوط. هنرجع بقى للتكفيله ديت مع بعض كده. قبل ما نقفل هنشد برضو ايه السير شده صغيره كده بس ان احنا نلم ايه فوارغ الشنطه. نشد كده ايه حاجات صغيره كده، شده بسيطه مش كتير يعني. سير ما ينفعش اسد واحد واسيب واحد، كله نفس الشده تبقى شده موحده عشان تشد الفوارغ بتاعت الايه بتاعت الشنطة. بعد كده هنيجي بقى هنا، تمام؟ كل سير باللي قصاد منه، يعني كل سير باللي قصاد، تمام؟ كل سير باللي قصاد منه اهو، طوالي بقى اهو عشان تمسك جنب الشنطة كويس جدا.
كل سير باللي قصاد منه طوالي عشان تمسك الشنطة كويس خالص. بعد كده هنجيب سير اسود زي ده كده بعرض الشنطة كده، يعني مثلا لف على الشنطة كده تمام. هنجيبه بقى السير اللي هو وشه لجوه ده المفروض ينتني لجوه، مش هيتني لجوه، هيتني لبره بس بمنظر شياكة شوية جميل. يعني هنجيب سير كده نحطه كده، وهنجيب السير ده كده نلفه وبعدين نحطه هنا كده اهو، وندكك برضو السير طوالي كده، نلف الشنطة كلها على ايه؟ على السير عشان يدي معاك منظر جميل ورائع للشنطة، وكمان دي يكون سمكها أقوى معاك أهو تمام. كل السيور كده نلفها الجنب اللي هو إيه اللي بره كده. وبكده نكون انتهينا من ثبت تنظيم الملابس الجميل ده بالشكل الرائع الجميل ده، يتحط في مكانك في الدولاب تحط فيه الملابس، جميل جدا، حاجة جميلة خالص. بالله عليك بقى لو انت لسه مشترك في القناة اشترك في القناة واعمل لايك للفيديو وتعليق حلو جميل منك، واستنى من الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.